أهلا بيكم يا دكاترة. بنكمل مع بعض الكورس المقدم من فهمان أكاديمي Your Way to Pharmacy. أنا دكتور مصطفى بندق. النهارده إن شاء الله هنشرح الجزء الخاص بالكارديو فاسكولار فارماكولوجي. يهمني تبقى طالع من السيشن دي حافظ المواد الفعالة كويس، حافظ الكاتيجوريز بتاع المواد الفعالة، كل مادة فعالة دي بتتحط تحت الكاتيجوري إيه بالظبط، عشان بس أما نخش في السيشن اللي بعد كده اللي هي هيشرحها إن شاء الله دكتور علي، والتعامل بقى في السوق مع المرضى والتعامل مع الأدوية ومع الاسماء التجاريه، تبقى فاهم انت ميكانيزم الدواء شغال ازاي، الادفيرس افكتس بتاعته بيتاخد في انهي حاجه بالظبط، ينفع للحامل ولا ما ينفعش للحامل. كل الحاجات دي ان شاء الله هتبقى عارفها في السيشن دي. فلازم بعد السيشن دي تبقى حافظ الماده الفعاله كويس وفاهم كويس هي شغاله ازاي وايه وممكن تعمل سايد افكت ايه، عشان تخش على السيشن اللي بعد كده واقف على رجلك وفاهم كويس الدنيا فيها ايه. فاحنا هنبدا مع بعض كده الجزء الخاص بالكارديو فاسكولار فارماكولوجي، شويه ادويه، شويه امراض سهله وبسيطه. يعني احنا ناخد هنت عن كل مرض، مش هناخد يعني كل مرض باستفاضه. احنا مش بنشرح بطنه، مش بنشرح انترنال ميديسن، لا، انا بشرح الباثولوجي او الباثوفيسيولوجي بتاع المرض عشان اعرفك المرض ده حصل ازاي. بالتالي انا هتعامل معاه بالدواء ازاي، لان انا مش هعرف الدواء بيشتغل ازاي الا اذا كنت عارف المرض نفسه جه من فين. فنركز مع بعض كده ويلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه عندي ان شاء الله هنتكلم عنها النهارده هي الهايبرتنشن. الهايبرتنشن ده طبعا هو ضغط، يعني الناس اللي عندها ضغط مرض شائع وهنشوفه كتير كتير جدا. هنتعامل تقريبا اكتر ادويه هنتعامل معاها في الصيدليه هي ادويه الضغط. فلازم ابقى فاهم كويس كل دواء ده انا بديه في الانديكيشن انهي بالظبط، وايه الجايد لاينز اللي هنتكلم عنها دلوقتي. بس ابقى فاهم الاول المرض ده حصل ازاي. فيعني ايه اصلا هايبرتنشن؟ هايبرتنشن اللي هو elevation of blood pressure، بكل بساطه ضغط الدم عالي. طب هو ايه ضغط الدم الطبيعي عشان اقدر اقول ان انا عندي هايبرتنشن؟ والله ضغط الدم الطبيعي 120 على 80. طيب هل انا لو انا قست الضغط بتاعي دلوقتي ولقيته مثلا 140 على 100، هل انا اقدر اجزم ان انا عندي هايبرتنشن؟ لا، لازم اعمل اكتر من قياس. يعني لازم اقول انا قست البلاد بريشر النهارده لقيته مثلا 120 على 100، مش هقول بقى ان ده هايبرتنشن، لا، انا هجيبه بكره اقول للعيان ارتاح شويه وتيجي بكره تاني تقيس، وبعدين نقيس بعدين نقيس 3 أو 4 ايام. لقيت والله في الثلاث او 4 ايام واسجل القياسات لقيت القياسات دي كلها عاليه، فخلاص انا بقول ان العيان ده عنده هايبرتنشن وابدا ارفعه بقى لدكتور البطنه عشان يبدا يتعامل معاه. تمام. طيب هل الهايبرتنشن ده في منه انواع؟ في منه انواع. عندي 3 انواع من الهايبرتنشن. برايمري هايبرتنشن او ساعات بنقول عليه اسينشال هايبرتنشن، اللي هو حصل بدون سبب واضح وصريح. يعني انا مش في ايدي سبب كده يقدر يقول ده السبب ده هو اللي عمل هايبرتنشن، لا. والله في ناس بيربطوه بالستريس، الناس اللي عايشه ستريسفول كونديشنز، وفي ناس بيربطوه بالفاميلي هيستوري، والله هو والده عنده الضغط او مش عارف جده كان عنده الضغط فممكن يحصل له مع الايام ضغط. في ناس بيربطوه بالاولد ايج، بس حاليا دلوقتي بقينا نشوف ناس عندها 24 و25 و30 سنه وماشيين على علاجات الهايبرتنشن بيبقى عندهم برايمري هايبرتنشن. فيعني السن بتاعه بدا يقل دلوقتي. تمام، هو ده البرايمري هايبرتنشن. يهمني اعرف بس ان مفيش سبب واضح وصريح معايا في البرايمري هايبرتنشن. السكندري هايبرتنشن ده لا، ده انا قدامي سبب سكندري، يعني سكندري لحاجه ثانيه، فانا معايا سبب هنا. والله سبب ليه؟ لو قعدنا نعد من هنا لبكره مش هنخلص الاسباب بتاعه السكندري هايبرتنشن، كتير كتير جدا. زي مثلا الكوشنج سندروم. الكوشنج سندروم ده اللي هو بيبقى عندي الادرينال جلاند بتطلع كورتيزون زياده عن اللزوم. طيب والكورتيزون ده انا عارف ان هو الهرمون بتاع الاستريس، فده هيعمل لي elevation of blood pressure، فالعيان هيبقى عنده هايبرتنشن بس بسبب الكوشنج سندروم، فده اقدر اقول عليه سكندري هايبرتنشن. وفي الناس اللي عندها رينال ارتري ستينوزس، اللي هو الرينال ارتري بتاعهم بيبقى ضيق فالدم مش واصل كويس للكليه، والكليه مش هتسكت، الكليه بتشغل نظام عندها اسمه رينال سيستم، والرينال سيستم ده يرفع لي الضغط، فده يعتبر سكندري هايبرتنشن. النوع الثالث والاخطر هو المالجنانت هايبرتنشن. المالجنانت هايبرتنشن اللي هو اخر جايد لاينز اتكلمت عن مالجنانت هايبرتنشن قالت لك ان هو اعلى من 180 على 110، ده نسميه مالجنانت هايبرتنشن، اللي هو لازم انزله على طول في الحال، ما استناش، لان ده ممكن يؤدي الى احد الامرين، اللي هو هايبرتنشن ايرجنسي وهايبرتنشن امرجنسي.
طب ايه الفرق بين الاثنين؟ والله الفرق بين الاثنين ان العيان الضغط بتاعه اعلى، الاثنين العيان الضغط بتاعه اعلى من 110، بس الايرجنسي ما حصلوش مشاكل، يعني ما حصلوش اعضائه الداخليه ما باظتش، حتى بنسميها نو اند اورجان دامج، ما حصلوش اند اورجان دامج. انما الامرجنسي حصل له اند اورجان دامج، بدا يحصل له مثلا نزيف في المخ، بدا يحصل له اعضائه ما عادتش مستحمله، لان انت اعضائك لو انت البلاد بريشر بتاعك، بعد الشر عليك طبعا، لو عيان البلاد بريشر بتاعه فضل عالي كده 180، اعضائه مش هتستحمل ويحصل له اند اورجان دامج، دي اللي بنسميها هايبرتنشن امرجنسي. طيب هنعرف احنا طبعا معانا نتعامل مع الهايبرتنشن ايرجنسي ان احنا ننزله على طول، هنعرف ازاي بنتعامل معاه كمان شويه. طيب العيان بتاع الهايبرتنشن ده ممكن يجي لي بايه؟ والله هو بيجي باعراض نون سبيسيفيك، يعني هو مش لازم يجي بالعرض ده بعينه، لا هو بيجي اعراض نون سبيسيفيك ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. في اغلب الناس بيجي بحاجه بيجي بهيدك. معظم الناس اللي عندها هايبرتنشن بتقول لك انا مصدع، فتيج، انا همدان، انا حاسس ان انا نفسي غمى عليا هرجع، دي الاعراض المشهوره بتاعت الهايبرتنشن. انما انا بقول لك ان هي نون سبيسيفيك، ممكن تلاقي واحد الضغط بتاعه 180 او 190 ومش حاسس باي حاجه، يعني بس مش حاسس باي حاجه خالص، فهي نون سبيسيفيك. الهيدك بتاع الهايبرتنشن دايما بيبقى في الاوكسيبيتال، بيجي في الحته اللي ورا كده، بيجي العيان يمسك الحته اللي ورا دي كده ويقول لك انا عندي صداع في الحته دي، يبقى دايما زي ما بنقول ان الصداع بتاع الهايبرتنشن بيبقى اوكسيبيتال. تمام، انا كده عرفت الهايبرتنشن ده، عرفت الديفينيشن بتاعه، عرفت انواعه، عرفت العيان ممكن يجي يشتكي من ايه. انا عايز اعرف دلوقتي ازاي هعمل ديكريس للهايبرتنشن، الشغل بقى بتاعنا بتاع الفارماكولوجي المهم اصلا اللي احنا عاملين السيشن دي كلها عشان انا ازاي عايز اقلل ضغط الدم او اقلل البلاد بريشر بتاع العيان ده. والله البلاد بريشر بتاع العيان ده بيعتمد على 3 حاجات. اول حاجه الكاردياك اوتبوت، البامب، كل ما الهارت اللي هو بيضخ الدم يبامب اكتر فده هيعلي لي البلاد بريشر اكتر، ما هو عمال يضخ اكتر، فده هيعلي لي طول ما البامب شغاله اكتر فده هيعلي لي البلاد بريشر اكتر. تمام. تاني حاجه هي التوتال بريفرال ريزيستنس. ايه التوتال بريفرال ريزيستنس دي؟ والله التوتال بريفرال ريزيستنس دي اللي هي بتعتمد على الفاسكولار وول. الفاسكولار وول، لو الفاسكولار وول ضيق الدم هيمشي فيه بسرعه، لان هو ضيق كده فالدم هيمشي فيه بسرعه، ودي بيزود لي التوتال بريفرال ريزيستنس، فده بيعلي لي الضغط لان الدم ماشي بسرعه والوعاء ضيق، فطبيعي الضغط بتاع الدم ده يبقى عالي، زي ما بتمسك الخرطوم كده، لو انت سايبه عادي الميه تبقى نازله عاديه، انما اول ما بتضغط عليه وتضيقه فانت كده بتعمل بريفرال ريزيستنس، فتلاقي الميه بتتحدف بعيد، الضغط بتاعها يزيد. دي نفس فكره البريفرال ريزيستنس. ثالث حاجه البلاد فوليوم، كل ما حجم الدم يبقى كبير اكيد هيبقى فيه ضغط الدم عالي بقى، لان حجم الدم الكبير ده هو ماشي بيضغط على المواسير، بيضغط على البلاد فيسلز، هو ماشي حجم الدم كبير، البالك بتاعت الدم دي كبيره فبتضغط على المواسير فتعمل لي هايبرتنشن. يبقى دلوقتي انا عرفت الهايبرتنشن ده يعني بيعتمد على ايه، فانا محتاج اقلل حاجه من الثلاثه دول. بالفعل كل الادويه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي هتلاقيها بتشتغل على حاجه من الثلاثه دول، لا اما حاجه بتقلل الكاردياك اوتبوت، لا اما حاجه بتقلل التوتال بريفرال ريزيستنس، لا اما حاجه بتقلل البلاد فوليوم، او حاجه بتعمل حاجتين من الثلاثه دول او بتقلل الثلاثه مع بعض. طيب ايه هي بقى ادويه الهايبرتنشن؟ والله ادويه الهايبرتنشن الناس كلها عارفاها والناس كلها حافظاها، اللي هي A B C D. A B C D دي ادويه الهايبرتنشن. A في A for ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors و ARBs. ال ARBs اللي هي angiotensin receptor blockers. B for beta blocker و C for calcium channel blocker و D for diuretics. ببساطة كل دي ادويه الضغط اللي احنا هنتكلم عليها في السيشن دي. A B C D ACE inhibitor و ARBs، بيتا بلوكر، CCB او كالسيوم شانل بلوكرز والدايوريتكس. هنبدا مع بعض كده كل كاتيجوري او كل مجموعه من الادويه دي نتكلم عنها كده يعني كلمتين بساط كده، اعرف هي بتشتغل ازاي، السايد افكت بتاعها، الانديكيشن بتاعها ايه، اهم حاجه بستخدمها فيها ايه. اول حاجه عندي هي الايس انهبيتور او انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور. بتشتغل ازاي دي؟ والله من اسمها هي بتنهبت الايس اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم. طب فين الايس ده اصلا او بيعمل ايه؟ والله الايس ده بيبقى موجود في الجاز سيستم. نتكلم كده مع بعض في الجاز سيستم عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. والله الجاز سيستم انا عندي الليفر بيطلع حاجه اسمها انجيوتنسينوجين.
الانجيوتنسينوجين ده بفعل الرينين ده اللي هو بيطلع من الكدني، من الكلاوي بتاعتي بتطلع رينين، تحوله لانجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 بفعل الكونفرتنج انزيم اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم يتحول لانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ده هيروح يعمل حاجتين، يعمل لي فازو كونستريكشن، بيعمل فازو كونستريكشن فهو كده بيزود التوتال بريفر ريزيستنس، بيعلي لي البلاد بريشر، وبيروح يشغل الالدوستيرون سيستم. الالدوستيرون سيستم ده بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن. طب ما يعمل سولت اند ووتر ريتنشن كده بيزود لي البلاد فوليوم، فبالتالي ده بيعلي لي الضغط. يبقى هو ده الراس سيستم اللي احنا قلناه ببساطه، ده كل ده الراس سيستم اللي هو رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. لان الرينين طلع من الكدني اشتغل على انجيوتنسين 1، الانجيوتنسين 1 اشتغل عليه الايس حوله لانجيوتنسين 2، والانجيوتنسين 2 بيروح يعمل فازو كونستريكشن ويطلع لي الالدوستيرون، الالدوستيرون يعمل لي سولت اند ووتر ريتنشن، وبالتالي انا كده عليت الضغط باثنين ميكانيزم في الحته دي. فدلوقتي انا هشتغل على الايس ده، هدي انهبيتور للايس، فبالتالي الانجيوتنسين ده مش هيتكون، فبالتالي مش هيحصل فازو كونستريكشن، الالدوستيرون مش هيطلع، فكده انا قللت البلاد فوليوم وقللت البريفرال ريزيستنس، فبالتالي خليت الهارت يضخ مرتاح لان مفيش بريفرال ريزيستنس عليه، مفيش بلاد فوليوم كتير عليه، فانا كده قللت الضغط باثنين ميكانيزمين. تمام. عايز اقول لك حته كده مهمه، ان الايس ده كمان بجانب ان هو بيخش في الراس سيستم ده، ان هو كان مسؤول عن تكسير البراديكاينين. فكان بيكسر البراديكاينين ده، كنا بنكسره بالايس، فدلوقتي انا وقفت الايس فيحصل لي اكيوميوليشن اوف براديكاينين. الاكيوميوليشن اوف براديكاينين ده بيروح يتجمع في اللانج ويعمل لي دراي كاف، وده اشهر سايد افكت للايس انهبيتور. وانا عرفت هو جه منين، عشان في الغالب اي عيان او معظم العيانين اللي بياخدوا ايس انهبيتور بيجي لهم دراي كاف، وبالتالي والدراي كاف دي مش بتقف ومش بتستجيب لاي دواء، فبنضطر ان احنا نشفت بقى على الكاتيجوري اللي بعد كده اللي هي انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. تمام. الانديكيشن بتاعته طبعا الهايبرتنشن، وبنستخدمها في الهارت فيلير، لان هو الهارت فيلير ده البامب مش البامب بتاعي اللي هو الهارت مش قادر يضخ كويس او عنده قصور في مشكله فيه. طيب ما انا لما اقلل له البريفرال ريزيستنس واقلل له البلاد فوليوم عليه، فبالتالي هخليه يشتغل كويس وهدي له فرصه ان هو يشتغل كويس. عشان كده بنستخدمه كمان في الهارت فيلير. السايد افكت زي ما قلنا الدراي كاف، طبعا ده اهم سايد افكت لازم تتكلم عنه، لان في عيان كتير، يعني مثلا في عيان بيجي يقول لك انا خدت كل ادويه الكحه يا دكتور ومش جايب معايا نتيجه، خدت مش عارف توسيفان، خدت كوديلا، كل الحاجات القويه دي ومش جايبه معايا نتيجه خالص، وعندي كحه ناشفه مش قادر اعيش منها. فانت تقعد تدور تلاقي فعلا ان هو ما عندوش اي سبب، بس لو سالته تلاقيه بياخد مثلا ايس، فتبقى عارف ان الايس هو اللي عامل له دراي كاف، تقول له احنا هنوقف الدواء ده وبعدين هنروح للدكتور بتاع البطنه بتاعنا هيشفتنا بقى على دواء تاني ما يعملش السايد افكت ده او الدراي كاف ده، اللي هو في الغالب بيبقى اي ار بيس. تمام. بيعمل ايه كمان؟ بيعمل هايبركاليميا، بيرفع البوتاسيوم. ليه بيرفع البوتاسيوم؟ لان الالدوستيرون ده هو كان بيشتغل ازاي؟ بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن ازاي؟ والله هو بيرمي بوتاسيوم في البول وبيرجع صوديوم وميه، صوديوم ووتر. فدلوقتي انا وقفته، فالبوتاسيوم ده هيحصل له اكيوميوليشن جوه، والصوديوم والميه هيترموا بره، فالاكيوميوليشن بتاع الصوديوم ده هيعمل لي هايبركاليميا وبيقلل لي الجي اف ار. ليه بقى بيقلل لي الجي اف ار؟ لان الانجيوتنسين ده كان بيروح يعمل فازو كونستريكشن في الافرنت ارتريول. انا عندي الكدني اهي، او لو انتوا فاكرين النفرون ده، النفرون بتاعي كان بيبقى عندي هنا الافرنت يجي يعمل جلوميرولوس ويطلع من هنا كده، فده كنا بنسميه الافرنت، حتى اللي بيجي الاول بحرف الاي، وده الافرنت. فالايس انهبيتور ده كان بيشتغل هنا، بيعمل لي فازو كونستريكشن هنا، فاللي هو الانجيوتنسين 2. فاما يعمل فازو كونستريكشن هنا يضيق الحته دي، يعني الدم يقعد هنا فتره طويله او الفلتريشن يحصل هنا فتره طويله، فبالتالي الجي اف ار يزيد. فانت لما تدي ايس انهبيتور يعني هيحصل هنا دايليتيشن، فالدم هينزل على طول، مش هيحصل له فلتريشن كويس، فالجي اف ار هيبقى كويس، ودي من السايد افكتس بتاعه.
يبقى انا عرفت كده كل سايد افكت جه ازاي، فاهم كويس الايس بيشتغل ازاي او ايه اللي هيعمله، حتى يعني انا فاهم الدراي كف حصلت ازاي. ايه الموجود من الايس انهبيتور؟ الكابتوبريل ده البروتوتايب او ده الكابتن بتاعهم كده، اللي هو الكابتوبريل وانالابريل رامبريل، اي حاجه فيها بريل اي حاجه فيها بريل فهي تبع الايس انهبيتورز، كابتوبريل، انالابريل، رامبريل، هتلاقي حاجات تانية كمان كتير. يعني ده على سبيل المثال للحصر. بريجنسي طبعا تيراتوجينيك، الايس انهبيتور ما ينفعش ابدا واحده حامل تاخد ايس انهبيتورز، الست الحامل ما بتمشيش خالص على ايس انهبيتورز لان ده تيراتوجينيك. تاني مجموعه معانا هي الار بيز. ايه الار بيز؟ هي نفس فكره الانجيوتنسين ريسبتور، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز. ليه بقى؟ لان هي دلوقتي الانجيوتنسين 2 ده كان بيروح يشتغل على ريسبتورز عشان يعمل لي الفازو كونستريكشن ويشغل الالدوستيرون، فانا قفلت الريسبتور ده، فبالتالي عملت نفس الايفكت بتاع الايس ما عدا حاجه واحده بس، بتاع الايس انهبيتور ما عدا حاجه واحده بس، ان انا ما عملتش اكيوميليشن اوف براديكاينين، لان الايس زي ما هو شغال فهيروح يكسر البراديكاينين، فبالتالي انا ما خدتش الدراي كف. وعشان كده زي ما قلت لك من شويه الدنيا بدات تجمع اهي، ان العيان اللي بيمشي على ار بيز ويجي له دراي كف بنشفته، اللي بيمشي على ايس انهبيتور ويجي له دراي كف بنشفته على ار بيز، لان الار بيز مش هتعمل لي اكيوميليشن اوف براديكاينين، فبالتالي مش هيحصل دراي كف. هي الميكانيزم بتاعها انجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكر، نو اكيوميليشن اوف براديكاينين. شايف؟ نو اكيوميليشن اوف براديكاينين لان انا ما جيتش يعمل ايس، فبالتالي انا مش هعمل السايد افكت اللي هو الدراي كف، اهو ما فيش هنا دراي كف، انما نفس السايد افكت الثاني ان هي بتعمل هايبركاليميا، بتعمل ديكريس الجي اف ار. انا بستخدمها امتى؟ والله انا بستخدمها الترناتيف للايس لو حلت في بروبلم، يعني في مشكله بقى مع الايس زي الدراي كف اللي احنا قلناها كمان شويه، اللي احنا قلناها من شويه. ايه الاسماء التجاريه بتاعتها؟ اي حاجه فيها زارتان، لوزارتان، كاندي زارتان، فالزارتان، اي حاجه زارتان هي تبع الاي ار بيز. بريجنسي تراتوجينيك زيها زي الايس انهبيتورز. اتمنى يكون الشرح بسيط وسهل، يعني انا مجمع الداتا دي يعني واخد الحاجات البسيطه السهله اللي هي تفهمنا. طبعا لو في اي حاجه مش مفهومه هتتواصل معايا، هنحاول ان شاء الله يعني اشرح لك باستفاضه اكتر، نحاول نفهم المعلومه اكتر. بس يعني انا شايف ان شاء الله ان اللي انا مجمعه ده واللي انا كاتبه ده هيكون كافي وبسيط ان احنا نفهم الادويه، الميكانيزمات بتاعتها، الدنيا دي، بحيث ان احنا نجمع الدنيا في اقل وقت ممكن، لان انا عارف ان ده اصلا زي كراش كورس كده، انا مش بديك الف ب من اولى كليه، لا انت بالفعل راجل دكتور واخد عندك بيزك كويس وعندك باك جراوند كويسه، فانا جاست ان انا بجمع لك بس المعلومات وبديك المعلومه المفيده الكويسه اللي انت هتستخدمها. طبعا لو انت محتاج اي حاجه، اي معلومه زياده، اي حاجه تسالني فيها مفيش مشكله. ثالث كاتيجوري معانا هو البيتا بلوكر. البيتا بلوكر بلوك بيتا ريسبتور اون هارت. انا عارف ان البيتا ريسبتورز دي في منها نوعين، بيتا 1 وبيتا 2. البيتا 1 ده بيبقى موجود على الهارت، والبيتا 2 ده موجود في البرونكاي. البيتا 2 في البرونكاي وظيفته ان هو بيعمل برونكو دايليتيشن، بيوسع لي البرونكس، لان ده اصلا سمباثيتك، يعني البيتا ده تبع السمباثيتك سيستم، فانا لما بشغل السمباثيتك سيستم محتاج ان انا، لان ده بتاع الفايت والفلايت، فانا طبعا وانا بتخانق او انا بحارب محتاج ان القصبه الهوائيه بتاعتي تبقى واسعه عشان تاكوموديت مور اير والهواء يدخل كويس واعرف اتنفس كويس، فده بيعمل لي فازو، بيعمل لي برونكو دايليتيشن. وعلى الهارت بتشغل لي الهارت اكتر، بتزود لي الهارت ريت وتشغله لي اكتر، لان محتاج ابامب مور بلاد. فدلوقتي انا هدي بيتا بلوكر. طيب انا لما ادي بيتا بلوكر انا كده بقلل الكاردياك اوتبوت. ليه؟ لان انا هقفل الريسبتور اللي هو البيتا الموجود على القلب، فبالتالي هقلل البروبرتيز بتاع القلب، هقلل الكاردياك اوتبوت، هقلل الهارت ريت، وكل ده هيقلل لي الضغط، لان زي ما قلنا ان الضغط بيتناسب مع الكاردياك اوتبوت. كل ما الهارت يضرب اسرع ويضرب اقوى، فده بيعمل لي اليفيشن للبلاد بريشر. فدلوقتي انا هعمل عكس اللي انا قلته ده. بلوك بيتا ريسبتور، اوكي. انواعها بقى، والله البيتا بلوكر دي من اهم الادويه الموجوده في الصيدليه، لان لها انواع كتير ولها استخدامات كتير. فالنوع الاول عندي هو سيلكتيف بيروح ينشن على
البيتا ريسبتور الموجود في الهارت، فبالتالي انا مش هاخد السايد افكت، لان انا لما اقفل البيتا ريسبتور الموجود في ال في البرونكاي فانا كده بعمل فازو برونكو كونستريكشن. لا انا مش عايز السايد افكت ده، فانا عملت شويه حاجات كده سيلكتيف تروح بس تنشل على الهارت، تشتغل على الهارت، تقفل لي البيتا ريسبتور اللي هي على الهارت بس. وطبعا مفيش حاجه سيلكتيف 100% ومفيش حاجه دقيقه 100%، الحاجات دي كلها ممكن تلوش وتروح برضه تعمل لي برونكو كونستريكشن، مفيش مشكله. سيلكتيف زي اتينولول، بيزوبرولول، ميتوبرولول، ازمولول. والله ازمولول ده اصلا بتاع الامرجنسي، يعني مش هنشوفه في الصيدليه الازمولول ده. ده بتاع الامرجنسي، بيتاخد كده بالاي في انفيوجن في المستشفيات. نون سيلكتيف بقى يعني حاجات بتشتغل على كله، اللي هي البروبرانولول، ده اول حاجه طلعت اصلا في البيتا بلوكر، والتايمولول. عايز اقول لك على حاجه كده يعني ايه حلمنتشيه كده، لو انت عايز تعرف الاسم الفعالي ده، هو كلهم اخرهم لول، عيله لول، كلهم اخرهم لول. طيب انت عايز تعرف الاسم ده هل هو سيلكتيف ولا نون سيلكتيف؟ بص كده على اول حرف من الاسم، والله لو لقيته في النص الاولاني من الحروف الابجديه A B C D يبقى ده سيلكتيف. طب والله لقيته في النص الثاني من الحروف الابجديه اللي هي A B C D يعني هيبقى P T، كل اللي انا شايفه قدامي ده P T، ده في النص الثاني من الحروف من A B C، فده نون سيلكتيف. حاجه كده يعني ايه تبسط لك الموضوع. في نوع بقى من البيتا بلوكر او انواع من البيتا بلوكر بتقفل لي الالفا والبيتا مع بعض. الالفا ده اللي هو كان موجود في البلاد فيسلز بيعمل لي فازو كونستريكشن، يعني الالفا هو المسؤول عن الفازو كونستريكشن، فانا لما اقفل الالفا فانا كده بدي يعني بعمل ريلاكسيشن بطريقه مش مباشره، يعني اندايركت ريلاكسيشن. ففي شويه ادويه بتعمل لي بلوك للالفا والبيتا توجذر، زي مثلا الدواء اللي هو اللابيتالول، بنستخدمه مثلا في ايه؟ في مرض انا محتاج اقفل فيه الالفا والبيتا، زي مثلا مرض اسمه فيوكروموسايتوما. كروموسايتوما ده بيبقى ورم في الادرينال المضله، بتطلع لي ادرينالين. طيب ما الادرينالين ده اصلا بتاع السمباثيتك سيستم اللي هو بيشتغل على الالفا والبيتا. طيب انا محتاج دلوقتي ادي الفا بلوكر وادي بيتا بلوكر، لاني لو اديت بيتا بلوكر بس الادرينالين كله هيعمل شيفت على الالفا ويشتغل على الالفا، يعمل لي سيفير فازو كونستريكشن، هيدخلني في مالجنانت هايبرتنشن. فلا ده انا محتاج اقفل الاثنين مع بعض، فبديله لابيتالول او كارفيديلول. وبالمناسبه لابيتالول والكارفيديلول دول امنين في البريجنسي، ست الحمل تقدر تستخدم لابيتالول وكارفيديلول. السايد افكت هي دايما السايد افكت شغاله مع نون سيلكتيف، بس انا بقول لك ده مش قران، مفيش حد يقدر يعمل حاجه سيلكتيف 100%، فبالتالي السيلكتيف ممكن يجي معاه شويه سايد افكت من دي، انما هي مينلي مع النون سيلكتيف اللي هي بتروح تلوش وتشتغل على حاجات ثانيه. طبعا برونكوسبازم اللي احنا قلنا، لان هي هتروح تقفل البيتا اللي هي موجوده في البرونكاي، هتعمل لي برونكو كونستريكشن او برونكوسبازم. سيديشن بتنيم شويه، لان في بيتا ريسبتور موجوده في السي ان اس، اول ما بنقفلها بتنيم شويه او بتهمد العيان شويه، وده السبب اللي يمكن بنستخدم فيه البروبرانولول. البروبرانولول او الاندرال المشهور جدا ده ناس كتير بيستخدموه، وخصوصا الناس اللي هم بيقفوا على المسرح كتير محتاجين التوتر بتاعهم يقل شويه، فبنستخدم لهم البروبرانولول. بتعمل برادي كارديا اب تو هارت بلوك طبعا، لان انا اصلا قافل البيتا اللي هي مسؤوله ان هي ترفع لي الكاردياك بروبرتس او خصائص القلب، فانت قفلتها لي، فبالتالي بتهدي ضربات القلب برادي كارديا. ممكن توصل لي كمان لهارت بلوك، ان هو التوصيل يبقى مش مظبوط في القلب، او يعني يحصل بلوك في التوصيل بتاع القلب. بريجنانسي قلنا ان هي بياخدوا الكارفيدولول واللابيتالول في البريجنانسي. الكاتيجوري اللي بعد كده معانا اللي هي السي سي بي او الكالسيوم تشانل بلوكرز. فكره الكالسيوم تشانل بلوكرز اللي هو الكالسيوم اصلا ده الايون المسؤول عن الكونتراكتيليتي، حتى يعني الكالسيوم انفلاكس دايما بنقول الكالسيوم انفلاكس ده هو المسؤول عن الكونتراكتيليتي. يا جدع حتى السي مع السي، والله العظيم يعني الطب ده سهل خالص، بس ايه احنا اللي مصعبينه على نفسنا. يبقى الكالسيوم هو المسؤول عن الكونتراكتيليتي. دلوقتي انا هعمل كالسيوم تشانل بلوكر، هعمل انهبيشن للكالسيوم انفلاكس، بلوك كالسيوم تشانل، تمام. فهعمل ايه؟ فوالله في كالسيوم تشانل في الهارت وفي كالسيوم تشانل في الفيسلز، وعندي اصلا مجموعه بتشتغل مينلي على الهارت ومجموعه بتشتغل مينلي على الفيسلز. يعني الكالسيوم تشانل بلوكر دول اما جم يظبطوهم لقوا فيهم شويه بيحبوا قوي يشتغلوا على الكالسيوم تشانل بلوكر اللي هي في الهارت، ولقوا شويه بيشتغل على الكالسيوم تشانل بلوكر اللي هي في البلاد فيسلز. على فكره ده بيشتغل هنا وده بيشتغل هنا، بس يعني هو مينلي حتى بنقول عليه مينلي هارت، مجموعه مينلي هارت ومجموعه مينلي فيسلز. طيب هي لو اشتغلت على الهارت، والله لو اشتغلت على الهارت هتقلل الكونتراكتيليتي، فبالتالي هتقلل الكاردياك اوتبوت، فبالتالي البلاد بريشر هيقل، نفس اللي احنا عمالين نقوله من ساعتها. طيب لو اشتغلت على البلاد فيسلز هتمنع لي برضه الكونتراكشن بتاع السموث ماسل الموجود في البلاد فيسل، فبالتالي الفازو كونستريكشن بتاع البلاد فيسلز مش هيحصل، فبالتالي هيحصل قدامه فازو دايلاتيشن.
ودي الفكره في فازو دايليتيشن. انا كده قللت التوتال بريفرال ريزيستنس، وكده برضو قللت البلاد بريشر. ده الميكانيزم بتاعها، الدواء بيشتغل ازاي. في منها نوعين زي ما قلت لك، في منها نوع بيحب الهارت بيشتغل على الهارت، في منها نوع بيشتغل على الفيسلز. والله المينلي هارت مادتين، فيراباميل وديلتايازين، فيراباميل وديلتايازين. مينلي فيسلز نيفيديبين، اي حاجه ديبين بقى، اي حاجه ديبين هي تبع الميني فيسلز اللي هي بتعمل فازو دايليتيشن. ميني فيسلز نيفيديبين، املوديبين، فيلوديبين. نيفيديبين، املوديبين، فيلوديبين. انا زي ما قلت لك يهمني تبقى طالع حافظ. انا عايزك بقى بعد ما تخلص السيشن هتمسك الكتاب بتاعك، هتلاقي مكتوب فيه طبعا كل اللي انا قلته ده. تمسك الكتاب كده تحفظ لي المواد الفعاله دي، تبقى فاهم طبعا كويس، وبعدين تحفظ المواد الفعاله دي، عشان انت اما تمسك الدواء، علبه الدواء في الصيدليه كده، حتى لو انت مش عارف الاسم التجاري، لان طبيعي ما فيش اي حد يقدر يحصل الاسماء التجاريه الموجوده في السوق. يعني انت هتمسك الدواء ده تكون اول مره تستخدمه، بس انت هتقرا كده الماده الفعاله املوديبين. ده املوديبين ده كالسيوم تشانل بلوكر، فانا ابقى عارف ان الدواء ده كالسيوم تشانل بلوكر، لان انا بقول لك اهو انت مش هتقدر تحصي كل الاسماء التجاريه اللي انت هتعرف المشروع وهتبقى راجل خبره وكل حاجه ان شاء الله بعد الكورس ده، بس تبقى عارف اهم حاجه المواد الفعاله، تبقى عارف ان عيله الديبين دي اللي هي كالسيوم تشانل بلوكر. انا هشوف الاسم كده هبقى عارف ان ده كالسيوم تشانل بلوكر. السايد افكت بتاعته بتعمل كونستيبيشن طبعا. يعني انا دلوقتي منعت الكالسيوم انفلكس، والكونستيبيشن ده بيحصل في السموث ماسل او البريستالسز اللي شغاله في الانتستين، فانا بوقف الكلام ده كله. بتحصل فلاشنج عشان الفازو دايليتيشن، اديما برضو عشان الفازو دايليتيشن، براديكارديا اب تو هارت بلوك، لان انا برضو بمنع كله بيدور حوالين الكالسيوم، فانا بمنع الكالسيوم انفلكس ان هو يخش جوه الكاردياك ماسل، فاكيد هعمل براديكارديا، اخلي القلب بطيء، وممكن توصل معايا الهارت بلوك. وفي هنا ان بي انا عايز اقول لك عليها ان الميني فيسلز جروب دي ممكن نستخدمها في حاجه اسمها رينودز فينومينا. ليه؟ عارفين الناس اللي هم ايديهم بتورم في الشتاء في البرد كده، تلاقي مجموعه من اصحابك اكيد كلنا شفناها، ايديهم بتزرق وتورم ويبقوا مش قادرين كده، بتوجعهم وبتاكلهم، ودي اسمها رينودز فينومينا. طيب ايه المشكله؟ والله المشكله ان البرد او الكولد ده، التعرض للبرد بيعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيسلز الطرفيه الموجوده في الحته دي، فالدم يبقى مش واصل كويس للتيشو، هو ده اللي بيعمل الاعراض اللي احنا بنشوفها دي. طيب انا ممكن اديله ايه؟ والله انا ممكن اديله شويه حاجات تعمل لي فازو دايليتيشن. طب ما انا اصلا عندي شويه مجموعه كده، شويه ادويه كده من الكالسيوم تشانل بلوكر بيعملوا اصلا مينلي فيسلز، يعني هم بيروحوا يشتغلوا على الفيسل. طب ايه رايك كمان اديه شويه الادويه اللي شغاله على الفيسلز دي، هتروح تعمل لي فازو دايليتيشن في الصوابع اللي انا مش عايزها دي. عشان كده هو بيقول لك اهو المينلي فيسلز جروب كان بي يوزد تو تريت رينودز فينومينال. يعني ما تستغربش اما تلاقي مثلا اما تبقى واقف في الصيدليه وتلاقي الدكتور اللي جنبك بيوصف اي اسم من الاسماء دي اللي هي مينلي فيسلز، يديها للنيفيديبين زي العدالات مثلا او الايبيلات، دي ادويه مشهوره في الكالسيوم تشانل بلوكر، تلاقيه بيديها لواحد عنده رينودز فينومينال. تمام. بعد كده الكاتيجوري اللي بعد كده معانا هو الدايوريتكس. الدايوريتكس يعني مدرات البول. مدرات البول. طيب مدرات البول دي يعني انا هنزل ميه كتير في البول، فبالتالي هقلل البلاد فوليوم، فبالتالي هخف الضغط على المواسير البلاد فيسلز، فبالتالي البلاد بريشر بتاعي هيقل. طيب الدايوريتكس دي انواع او كاتيجوريز، مجموعات كده من الدايوريتكس، كل واحده على حسب المكان اللي بتشتغل فيه. والله عندي لوب دايوريتكس، ثيازايد دايوريتكس، وعندي حاجه اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس اللي هي بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. انا عايز نخش على السلايد اللي بعد كده اوريك بس الدايوريتكس، كل دايوريتكس بيشتغل ازاي. اول واحد عندي اللي هو اللوب دايوريتك، انا مش هتكلم عن المانيتول، مش هتكلم عن الاسيتازولاميد، هتكلم عن اللوب دايوريتك، الثيازايد دايوريتك، البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. الاول انا عايز اعرف ايه اللي قدامي ده. والله اللي قدامي ده اللي هو النفرون. النفرون ده اللي هو موجود في الكليه بتاعتي الواحده بيبقى فيها حوالي 1,000,000 نفرون، وكل نفرون بيعمل الوظيفه اللي قدامنا دي. انا عندي الدم بيجي هنا كده في الافرنت، يدخل يتفلتر هنا، يحصل له فلتريشن، وبعدين يطلع من الناحيه الثانيه والميه تدخل هنا. الميه اللي بتدخل هنا طبيعي انا اصلا بفلتر في اليوم حوالي 36 لتر، فانا اكيد مش هفقد يعني الكم الكبير ده كله. يعني لو فقدت الكم الكبير ده كله هموت، انا اصلا مفيش جوايا 36 لتر. فكل الميه اللي بيحصل لها فلتريشن بيحصل لها ري ابزوربشن تاني، ومعظم الميه بيحصل لها ري ابزوربشن في الجزء اللي فوق ده اللي هو بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول ده الجزء اللي بيحصل فيه معظم الري ابزوربشن اوف ووتر. اوكي. بعد كده بنخش على اللوب اوف هنلي. الميه بتنزل كده،
وبعدين تطلع في اللوب في الاسندنج لمب، ده الديسندنج لمب وده الاسندنج لمب، وبعدين تخش على الديستال كونفوليوتد تيبيول، وبعدين نخش منها على الكولكتنج داكت. وكل حته من دول بيحصل فيها شويه ري ابزوربشن اوف ووتر، لكن المعظم اللي انا قلت لك عليه بيحصل في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، وده انا مش هشتغل عليه، انا مش هلعب فيه، لان ده بيحصل فيه ري ابزوربشن لكميه كبيره اللي انا جسمي محتاجها. لا انا هنزل بس كميه صغيرين، انا جاست هشتغل على ال 30% اللي بينزلوا بعد البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول. انا قلت 70% بيحصل لهم ري ابزوربشن في البروكسيمال، انما بعد كده بينزل ال 30% الباقيين دول اللي انا هبدا اشتغل عليهم بالكاتيجوريز اللي معايا اللي هي الدايوريتكس. اول حاجه معانا اللي هي اللوب دايوريتكس، ومن اسمها بتشتغل على اللوب اوف هنلي. بتعمل ايه؟ والله هي بتنهبت الصوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورتر. انا عندي هنا في ترانسبورت بيعمل ري ابزوربشن للصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، وبالتالي بالاسموزس الاثنين يسحبوا قدام الثلاثه دول، يسحبوا معاهم ميه من هنا، لان الحته دي بيرميبل تو ووتر، الحته دي بيرميبل تو سولتس. فانا اما اسحب من هنا السولتس الميه هتتسحب من هنا. حتى الحته الكلام ده بنسميه كاونتر كارنت ميكانيزم. كاونتر كارنت ميكانيزم يعني ايه الكلام ده؟ يعني كاونتر كارنت يعني عشان الاثنين ماشيين عكس بعض، الميه طالعه هنا في الاسندنج لمب ونازله في الديسندنج لمب، وهم ماشيين كده، انا برمي سولت والميه تيجي كده، انا برمي سولت والميه تيجي كده، فعشان كده سميناه الكاونتر كارنت ميكانيزم. اللوب دايوريتك بتمنع بقى الكاونتر كارنت ميكانيزم ده، وعشان كده هي سترونج دايوريتكس. يعني انا اصلا في كميه كبيره جدا من الميه بيحصل لها ري ابزوربشن في اللوب اوف هنلي ده، وعشان كده بنسميها سترونج دايوريتكس. يعني دي بنعينها في الغالب للامرجنسي اللوب دايوريتكس دي، لان هي سترونج دايوريتكس ممكن تعملي هايبوتنشن، تنزل لي كميه كبيره من الدم، فالعيان يحصل له ريباوند هايبوتنشن بعد ما كان عنده هايبرتنشن. انا نزلت له البلاد بريشر مره واحده، نزلت له كميه البلاد فوليوم مره واحده، فحصل له هايبوتنشن، وعشان كده دي يعني في الغالب بنعينها للامرجنسي. طيب انا عرفت كده اللوب دايوريتكس بتشتغل ازاي. بعد كده حاجه اسمها ثيازايد دايوريتكس، عيله اسمها ثيازايد بتشتغل ايه؟ الثيازايد دي بتشتغل على الديستال كونفوليوتد تيبيول اللي هي رقم 4 دي، بتشتغل على الحته دي اللي هي الديستال كونفوليوتد تيبيول. بتعمل ايه؟ والله بتنهبت الصوديوم والكلورايد، فبالتالي برضه مش هيحصل لي ابزوربشن اوف ووتر. بس مفيش هنا كاونتر كارنت ميكانيزم، هي كان ده بيطلع كده، دول السولت بيترموا هنا وبياخدوا معاهم ميه، فانا عملت انهبيشن للسولت ده، ري ابزوربشن اوف سولت، فبالتالي حصل انهبيشن للري ابزوربشن اوف ووتر، فبالتالي معظم الميه هتنزل هنا. وهي دي الثيازايد دايوريتك، ودي يعني هاديه شويه، ضعيفه شويه، مش سترونج ولا حاجه، فبالتالي انا بستخدمها عادي. ده انا ممكن ابدا مع عيان الهايبرتنشن اللي هو لسه بيبدا يعني بحاجه بسيطه خالص زي الثيازايد دايوريتكس. معظم الناس دلوقتي بتبدا بحاجه اسمها ناتريليكس مثلا. الناتريليكس ده اندوباميد، ماده فعاله تبع الثيازايد زي ما هناخده كمان شويه، فدي كويسه ممكن استخدمها في عادي في الكنترول اوف هايبرتنشن، مش محتاج ان انا استخدمها في الامرجنسي ولا حاجه. بعد كده دخلنا على الكولكتنج داكت. الكولكتنج داكت دي بيشتغل عليها الالدوستيرون. عارف ان الالدوستيرون بيشتغل على الكولكتنج داكت، كان بيعمل ايه؟ كان بيرمي بوتاسيوم ويرجع معاه صوديوم. فانا هعمل ايه في الدايوريتكس ده؟ والله انا هوقف شغل الالدوستيرون ده. رقم 5 اهو اللي هو بوتاسيوم سبيننج دايوريتك، بيشتغل في الحته دي. بيعمل ايه؟ بياخد المفروض الالدوستيرون زي ما قلت لك، الالدوستيرون كان بيشتغل هنا، كان يرمي كالسيوم ويرجع صوديوم ووتر. لا ده انا هنا هعمل العكس بقى. البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس دي هتعمل ايه؟ هتروح تسحب الكالسيوم، يعني هي هتوقف الميكانيزم ده، فهتروح تسحب الكالسيوم والهيدروجين كده، وترمي الصوديوم هنا اهو والووتر، والصوديوم هيسحب معاه ووتر، عكس الاكشن بتاع الالدوستيرون. وعشان كده سميناها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، يعني شويه الدايوريتكس اللي بيحافظوا لي على الكالسيوم، لان هي مش بترمي الكالسيوم، هي مش بترمي، لا بالعكس ده هي بتاخد الكالسيوم لجوه، فده ممكن تعمل لي شويه هايبوكاليميا. طب ايه رايك في شويه حاجات بتعمل هايبوكاليميا اهي؟ هايبوكاليميا بتمنع ري ابزوربشن اوف كالسيوم، بتوقف الكلام ده كله، فبالتالي ترمي لي الكالسيوم، تعمل لي هايبوكاليميا. ودي بتعمل هايبوكاليميا. في ايه رايك كده لو عملنا لهم كومباينيشن مع بعض؟ ده انا كده زي الفل، ده انا كده السايد افكت ده تلاشيته. عملت كومباينيشن يبقى نص الحبايه بوتاسيوم سبيرنج ونص الحبايه ثيازايد مثلا، او لوب دايوريتك. وفي حاجات كتير كده موجوده في السوق، زي مثلا دواء اسمه الدكتازايد.
ده الدكتون اللي هو سبايرونولاكتون مع السيازايد. فانا بالتالي كده حاجه بتعمل هايبوكاليميا وحاجه بتعمل هايبوكاليميا دخلتهم في بعض، فانا لغيت السايد افكت ده. يبقى انا قدامي النفرون كده ببساطه، عرفت كل لوب بيشتغل يعني كل دايوريتك بيشتغل ازاي. تعالوا بقى نرجع للسلايد بتاعتنا ونشوف اللوب دايوريتك الميكانيزم بتاعه ان هو بينهبت الصوديوم كالسيوم كلورايد كو ترانسبورتر ان اسندنج ليمب اوف لوب اوف هنلي، فبالتالي بيمنع الكاونتر كارنت ميكانيزم زي ما قلنا، بيقفل الكاونتر كارنت ميكانيزم، وعشان كده قلنا ان دي سترونج دايوريتكس. تمام. لها شويه مشاكل، والله هي ممكن تعمل توكسيستي على الاير، ونيفروتوكسيك، تعمل لي هايبوغليسيميا، هايبرليبيديميا، هايبريوريسيميا، هايبوناتريميا، وهايبوكاليميا. ايه الكلام ده بقى؟ والله هي بتعمل هايبرجليسيميا وهايبرليبيديميا والحاجات الهايبر دي كلها لان انا برمي ميه. الحاجات دي كانت متدوبه في الميه او في البلاد فوليوم اللي في الجسم، دلوقتي انا رميت ميه فتركيز الميه قليل، فالحاجات دي تركيزها علي، يعني هي الحاجات نفسها ما عليتش. ممكن الحاجات دي كلها يحصل لها تزيد في الدم، هايبرجليسيميا، هايبرليبيديميا، هايبرجليسيميا. طب ليه هايبوناتريميا؟ عشان زي ما قلنا هي بتمنع الري ابزوربشن اوف صوديوم والكالسيوم والكلورايد، فانا برمي صوديوم، برمي صوديوم بوتاسيوم كلورايد، فانا برمي صوديوم وبرمي بوتاسيوم، فهي تعمل لي هايبوناتريميا وهايبوكاليميا. وعشان كده قلنا لك انا ممكن اعمل لها كومباينيشن مع البوتاسيوم سبرينج دايوريتك، فبالتالي ابقى استفدت جدا من الافكت ده. موجود عندنا الفوزيمايد اللي هو اللازكس، اكيد ما فيش حد ما يعرفش اللازكس ده. فوزيمايد، توكسيمايد، بيوميتانايد، فيوزامايد، توكسيمايد، بيوميتانايد. الثلاثه دول هم دايوريتكس اللي هم اللوب دايوريتكس. ادي السيازايد هي بتشتغل على الديستال كونفوليوتد تيبيول، وعشان كده هي ويك شويه، لان خلاص بتشتغل على الديستال كونفوليوتد تيبيول. معظم الميه اصلا يعني اللوب مثلا كانت بتوقف لك كاونتر كارنت ميكانيزم، لا هو دلوقتي الكاونتر كارنت ميكانيزم حصل اصلا وعملنا ري ابزوربشن اوف ووتر، فشويه الميه اللي باقيين الثيازايد هتوقفهم، فهم شويه ميه صغيرين، عشان كده هم ويك دايوريتكس. تعمل ايه؟ نفس النظام، هايبوغليسيميا، هايبرليبيديميا، هايبريوسيميا، هايبوناتريميا، هايبوكاليميا، نفس الكلام بالظبط. موجود منها هيدروكلوروثيازايد، ده من اسمها عشان كده سميناها ثيازايد اصلا، وانديبامايد اللي هو الناتريلكس. ناتريلكس ده اللي هو موجود في السوق باسم ناتريلكس، ده في الغالب بنقدر نستخدمه في الكنترول بتاع البلاد بريشر، او بنبدا بيه لانه حاجه بسيطه كده كويسه، مش هتخلي العيان يروح الحمام ويجي. انما انت اللوب دايوريتكس ده ما بتديه للعيان، العيان بيقول لك انا مش عارف انام اصلا، يعني من كتر البول اللي بينزله يقول لك انا مش عارف انام، بقوم 3 4 5 مرات بالليل اروح اعمل حمام، وطبعا بيشرب ميه كتير عشان يعوض الميه اللي بينزلها دي كلها. فانا شايف ان اللازكس ده مش خيار كويس جدا ان العيان يفضل ماشي عليه، واحنا على فكره نعرف ناس كتير ماشيين على اللازكس، بس لا مش خيار كويس ان العيان يمشي على اللازكس. في حاجات تانية كاتيجوريز كتير عمالين نشرح فيها من الصبح، فهي خيار افضل عن اللوب دايوريتكس. البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس هي انتي الدوستيرون افكت، زي ما قلت لك. الالدوستيرون كان بيرمي البوتاسيوم ويشد لي الصوديوم، والصوديوم يشد مع ميه، فده كان بيزود لي البلاد فوليوم. لا ده انا هعمل عكس الكلام ده تماما، ده انا هرمي الصوديوم والصوديوم بقى ياخد مع ووتر وهو نازل، فكده انا هعمل دايوريسيس وهرجع البوتاسيوم اجيبه تاني الدم، فعشان كده سميناها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. زي سبايرونولاكتون، اميلورايد، ايبيرينون واميلورايد وسبايرونولاكتون. خلصنا كده الهايبوتنشن الحمد لله. هو اكبر موضوع معانا هو الهايبوتنشن عشان ادويته كتير، وموجود طبعا في الصيدليه بادويه كتير ومواد فعاله كتير، محتاج منك تكون حافظ المواد الفعاله كويس، زي ما قلت لك كل شويه عمال اقول لك لازم تكون حافظ المواد الفعاله.